ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ غزلتوا زيتون ولا لسه؟ يا سلام على الهدوء، يا سلام. ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو ونشاط وحيوية وطاقة ايجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على فيديو النهارده بقلب جامد. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه اول مرة تشوفوني. كل اخواتي وحبايبي بحبكم جدا في الله، الله يسعدكم ويراضي خواطركم جميعا، ما نحرمش منكم اجدع اخوات في الدنيا. يلا بينا نعيش تفاصيل يومنا زي ما هي، هنصلي على الحبيب المصطفى. وزي ما قلت لك ما تنسيش اللايك لو عجبك الفيديو، تمام؟ بعد بقى ما حرقنا الملوخيه في الفرن، نرجع بقى لطريقتنا الاصليه. عسل يا رضوى، الهي ربنا يحميك ويحفظك انت واخواتك يا بنتي، ولا اشوفوك شر ابدا، ولا تشوفوا شر في ولادكم ولا حبيب ليكم ابدا، ربنا يبارك لي فيهم. كان عندنا بقى فرح في الحته والدنيا مقلوبه، والواد عبوده نازل التشك تشك من ساعه ما الفرح اشتغل لحد ما خلص، وهو نازل يا عيني رقص 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 على السطح. ربنا يكتر افراحنا وافراحكم يا رب، ويفرح كل من مشتاق للفرحه. ربنا يفرحكم جميعا بكل اللي بتتمنوه. بصوا بقى، عندي كميه ملوخيه محترمه، ويا ريت وانت بتجيبي كده تجيبي الملوخيه اللي ورقتها عريضه حلوه كده، يعني احلى ملوخيه يا جماعه الخير اللي كنا بنجيبها من الذره ومن على الريش. سبحان الله، يعني هي كانت بتطلع كده رباني من غير ما حد يزرعها، وكانت الورقه بتاعتها بتكون عريضه وماليه الدنيا وحاجه كده فلالي. مسكنا الملوخيه اللي ابو عمار جابها لنا الكيلو ب 10 جنيه من السوق، ملوخيه معدومه العافيه بس ماشي رضا الحمد لله. قطفناها وكان خلاص المغرب أذن، لان انا كنت طالعه العصر على السطح اما الشمس غابت كده وروحت زي ما شفتوا. وكنت نزلت بقى بالليل كده غسلتها ونشفتها وفردتها على ملايه زي ما انتم شايفين. وبطلعه النهار اهي كانت المروحه دبلتها خالص خالص. طريقتنا العاديه في تنشيف الملوخيه يا جماعه، نقطفها ونغسلها وننشفها تحت المروحه يوم والتاني، وتطلع الشمسه ضحويه. ضحويه اللي هي ايه؟ يعني من الساعه 10 لمثلا الساعه 2 او الساعه 3 العصر، تمام؟ وبعد كده بتمسكيها تفركيها، بتكون زي الجلاش تحت ايدك، حاجه كده خشاف عسل اهي. يعني انا غسلتها من بالليل، بيتها في الصاله كده تحت المروحه نشفتها من اي ميه فيها، والصبح لقيت الورقه بتاعتها دبلانه خالص. بعد كده طلعتها في الشمس اهي على الحصيره بقى، سجاده، المهم ان يكون في حاجه فوق السجاده او الحصيره زي ملايه بقى، كوفرته، اي حاجه كده، عشان برضو ايه، لا في عيال تبهدل ولا اي حاجه من الحاجات دي. وما شاء الله زي ما انتم شايفين 100 فل و10. الورق كله نشف، بس العيدان الخضر اللي كانت رضوى بتسيبها دي هي اللي لسه طريه، فعادي مش مشكله. انا الناشف هعمله بالغربال دلوقتي معاكم، والطري بسيبه لتاني يوم عادي، بغطيه واسيبه لتاني يوم برضو بينشف وبيتحمص، وبعمله عادي بيكون زي الفل اهو. ده غربال بقى زياره مصفى، عندك خشن اللي عندك اشتغلي بيه. بالصلاه على حضره النبي محمد اهو. بدات ان انا افرك فيها، بتفضل خضره. الطريقه الاساسيه لتنشيف الملوخيه الخضره وتفضل معاكي بلونها وطعمها وريحتها اللي ترد الروح هي دي.
لا تقولي لي انا شايفها في ميكروويف ولا تقولي لي انا شايفها في فرن، انسي. وبعد كده مسكتها زي ما انتم شايفين في حله او عجان كده حلو، وهبدا ان انا انعمها مره واثنين وثلاثه لحد ما تكون زي ايه يا بنتي يا موحى يا عز. شفتوا الرده؟ شفتوا دقيق السميط؟ بتبقى ناعمه 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 خالص خالص. هي كده لسه خشنه. انا عملتها مرتين بالمصفى الناعم، يعني مره بالخشن اهو ومرتين بالمصفى الناعم لحد ما تكون معاكي زي الحرير، زي الحرير كده. هي هنا لسه خشنه، هديها كمان مره بالمصفى الناعم. وبعد كده في برطمان بقى في باب التلاجة واركنيها، وقت ما تستعمليها ايدك هتمد وهتطلع وهتجيب. الخير موجود في بيوتنا جميعا. اللهم صل على محمد. اخواتنا الصعايدة بقى بيعملوا ايه؟ بيحطوا فيها شطة ناشفة حامية بتحفظها من سوسة من اي شيء، بس في الحالة دي ما بيحطوهاش في التلاجة، بيركنوها بقى متعلقة على رف، محطوطة على اي مسمار كده يعني. ايوه، هجيب دلوقتي المصفى اللي هو الناعم بتاع المطبخ وهبدا ان انا انعمها اكتر. انا محتاجه، بصوا على فكره ساعات بعملها خشنه كده والله بتكون حلوه برضو، بس ما يكونش فيها العنق اللي هي الايه اللي زي العصيان دي، لا. لو الورقه نفسها فضلت خشنه شويه كده مش مشكله. اللهم صل على النبي. عسل كده. كنت قاعده في امانه الله بعمل في الملوخيه وسمعت صوت الحمام نازل حواليا، عرفت ان هو يا جعان يا عطشان، وانا طلعت من على السطح على طول على الشغل اللي انا بعمله، ما بصيتش عليهم. فقمت ابص عليهم لقيت مش قدامهم ميه، فغسلت الحاجه بتاعتهم ومليتها لهم ميه. هم هيفضلوا بقى يشربوا الجو الطبيعي يا جماعه. انا مفتقداه فعلا، يعني الطبيعه واصوات الطبيعه، صوت العصافير والحمام ياه. اسكتوا اسكتوا، ما احنا ساكتين اهو، انت اللي نازله رغي. اعوذ بالله من دي واحده رغايه. اهو الحمام ساعه ما شافني اتلم حواليه، بصراحه كنت مبسوطه بيه. حمام يا جماعه ومفتقداه بصراحه ووحشني. صلاه النبي احسن. نكمل بقى ملوخيتنا بسرعه كده. يعني ما كنتش اقدر اكمل شغلي وانا شايفه الحمام عطشان وبيلف حواليا، ما هو مجرد ما شافني واجى عليا كده يا عطشان يا جعان. نكمل بقى بسرعه كده، نجيب المصفى ونهز الملوخيه بتاعتنا ننعمها شويه ونكمل باقي الفيديو نشوف هنعمل فيه ايه. بالصلاه على حضره النبي محمد. ايوه كده يا موح، تفضل معاكي بلونها وخضرها، لا تسمر ولا تصفر ولا تقلب لون بني ولا كاني ولا ماني. ويا سلام عليها وعلى ريحتها كده وانت بتطبخيها في شويه شوربه وفص توم وقرن فلفل احمر. يا عيني على المزيكا، الله اكبر. شايفين الجمال؟ ولا تقولي لي فرن ولا تقولي لي مايكروويف، الريحه اصلا بتروح فيهم. هنا لسه خشنه اهي، وهنا كنت بقول لكم يعني عايزين تسيبوها كده سيبوها. الله الله على اللقطات السينمائيه بتاعتك يا حاجه موحه، الله. عشان تعرفوا بس ان انا فنانه، ابدعي يا مبدعه، الله عليكي. ايوه، بصوا لي كده على الفرق هنا، اظن الفرق واضح. حلوه قوي. وتفركي. ايوه كده. انا بضغط بايدي لان المصفى ده يعني هو طبقتين على بعض، فلازم اعمل بايدي كده عشان خاطر ايه الملوخيه تعدي من الاخرام بتاعه المصفى. اللهم صل على محمد. صلوا على الحبيب المصطفى، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لو طلعتوا مستفيدين، حتى لو استفاده بسيطه. كلها حاجات بسيطه بس يعني لو فكرتكوا حمستكوا كده يعني. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حاجه كده فل الفل. يا سلام، زمان كنا بنجيبها من الذره يا ولاد، الورقه بتاعتها عريضه وتحس ان الورقه الملوخيه متربيه على الغالي كده، تحس ان الورقه لوحدها
اتعبي برطمان، والله العظيم احلى ملوخيه اللي هي بتطلع في الذره وعلى الريش بتاعت الرز. الله ياه. بس كده يا موحة، خلاص هتنزلي العيدان، الله يصلح حالك. اللهم صل على النبي. بصوا له كده على اللون، ولا في حته بني حتى، ولا في حته خضره وغامقه زي اللي كنت عاملاها في انا مالي، انا لازم اجرب الحاجات ما اعرفهاش انا. اسكت يا لسان. ايوه سينمائيه سينمائيه، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. برطمان بقى زي ما قلت لك، انا مش حاطه شطه ولا حاطه غيره، لان انا احطها في ايه، في باب التلاجة. لو انت مش عندك مثلا مكان في التلاجة او في الفريزر، رش عليها شويه شطه واركنيها على رف المطبخ. ندخل بقى على الزيتونات. الزيتون ده لناس وليا، يعني مش ليا لوحدي، فقلت بالمره بقى. احنا خزنا عملنا خللنا المقفول، والاول مره اعمله، وان شاء الله باذن الله متبشره له خير. اما دي طريقتي بقى الاصليه اللي هي العاديه اللي انا بعمل بيها على طول كل سنه. كل سنه وانتم طيبين. في نوع بقى زيتون ابو عمار جايبهولي كبير كده، معرفش، اول مره اشوفه بامانه. انا عارفه التفاحي تفاحي، بس ده تفاحي يعني تفاحي قد راسي كده مثلا. اول مره اعمله، اول مره اجربه، وبصراحه مقلقه منه، بس يلا اهي. اللي جرب الزيتون الكبير ده الالوان هتشوفوه دلوقتي، يا ريت يقول لي، يا ريت يقول لي يعني. في ناس بتكمره بملح وخل وتسيبه لتاني يوم، في ناس بتكمره بملح بس وتحط عليه زي تقل كده عشان يصفي اي مراره فيه لتاني يوم برضو، تمام. في ناس بتعمله على طول زي ما انا عملته. ده كله انا بشوفه، لكن اول مره اجربه، اول مره اجرب الزيتون اللي هو الالوان الكبير ده اهو، زي البرقوق. شفتوا البرقوق؟ هو بحجم البرقوق ويمكن اكبر شويه كمان. المهم ان انا غسلت الزيتون مرتين حلوين كده، وهقعد بقى ايه، اديله فتحه. كل زيتونيه هديها فتحه كده. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. صلاة تنفرج بها الكرب وتنحل بها العقد. صلوا على الحبيب المصطفى. بصوا، في كل زيتونة بديها فتحة كده، كل زيتونة بديها فتحة كده. خلاص الدنيا هتطري بقى، والضلة هتمسك السطح كله دلوقتي. بصراحة انا بحب قعدة السطح فوق ما تتخيلوا. انا يا دوب خلصت شغل خلصت الفطير، وبعد كده طلعت حميت الابرياء وطلعت على طول على السطح. مرضتش اركن بقى، لان لو ركنت بعد شغل الفطير قدامي بعد المغرب عم اتحرك من مكاني. انما طلعت كده جدد نشاطي. بصوا ساعه ما بطلع على السطح بحس ان انا فايقه، بحس ان دماغي صحصحت كده، فقلت الحق نفسي، لان لو ركنت والله كنت هنام. ايوه اخلص شغل الناس ده وايه، واشوف بقى هعمل ايه. كان في برطمانين زيتون زي ما قلت لكم طالعين لواحده حبيبه كده، وبرطمانين لينا يعني. هنحط بقى التحابيش بتاعتنا. شطه خضرا اهي، قرون شطه صحيحه زي ما هي نفس الطريقه اللي انا عملتها معاكم، بس بيختلف بس ان انا هنا شقه الزيتون، انما الطريقه التانية انا كنت سايبه الزيتونه بحالها. وزي ما قلت لكم ان انا اول مره اجربه، وان شاء الله باذن الله يعني متبشره لها خير. حطينا قرون الشطه، هنحط كمان قيمه كيلو ليمون شرايح كده، شرايح غير اللي هنعصره. ايوه يعني الليمونه ما شاء الله قطعيها 4/4. وقيمه كيلو جزر. انا مش ماشيه هنا معاكم بمقادير كده اهو بالبركه، يمكن كيلو ونص، يمكن كيلو، على حسب ما انا شايفه الحاجه قدامي. عايزه محتاجه جزر زياده بحط، محتاجه فلفل زياده بحط كده يعني.
هنا بقول لكم عايزين تضربوا الشطه في الكبه اضربوه، تقطعوه كده شرايح قطعوه براحتكم. انا في الطريقه الاولانيه كنت فرماه. هنا بقى إيه اللهم صل على محمد، هقطعه كده القرن 3 تنصاص. حط بقى حبه البركه والعصفر، لو عندك كرفس حطي، انا مش لاقيه كرفس خالص بامانه، فبحط البديل بتاعه ورق لورا. منكهات، كلها منكهات، بس بصراحه انا من الناس اللي بحب ريحه الزيتون. وحطينا كمان شويه قيمه كوبايه زيت، وغلفت بقى الزيتون بالفلفل بكله بكوبايه الزيت دي. وهبدا ان انا اعبي في برطمانات اهو، برطمانات ازاز بقى، برطمانات بلاستيك المتوفره عندك. ازاز البيبسي الفاضيه ممكن تستعمليها، بشوف ناس بتحط فيها برضو والنتيجه حلوه برضو. ده الزيتون اللي انا خايفه منه ومقلقه منه، بس ان شاء الله خير باذن الله، واللي تخافوا مني ده ما تلاقيش احسن منه والله. بصوا اللهم صل على محمد، ادي الزيتونه اهي، يا دوبك مديها شقه بس بالجنب كده، ونفس الطريقه بتاعت الزيتون العادي. عبيت البرطمانات كلها، ونعمل المحلول بقى زي ما قلت لكم قبل كده، لكل لتر ميه 4 معالق ونص ملح. ملح الزيتون يكون زايد احسن ما يكون دلع، لو زايد هتعدليه، لو دلع هيبوظ معاك الحاجه. خديها قاعده كده، لما يكون زايد وانت مثلا تخلي اهو وبقى زايد، لقيت الملح بتاعه زايد، ممكن تصفي منه شويه ميه من المتخلل فيها وتحط ميه عاديه، بيظبط معاك الزيتون. اما لو دلع بتلاقي الدنيا باظت، كل حاجه باظت خلاص، عفن لا قدر الله يعني. حطيت لكل برطمان من اللي انتوا شايفينه ده نص كوبايه ليمون معصور، حابه تحطوا كوبايه كامله حطي، بس انا بقول لكم على اللي عملته، نص كوبايه عصير ليمون. وادي القشر الليمون اللي احنا عصرناه، وكملت بالميه اللي احنا حطينا فيها ملح، وحطيت قيمه ربع كوبايه خل، ربع كوبايه خل على الكميه دي كلها. يعني في ناس بتقولك حطي على كل برطمان ربع كوبايه خل، لا انا حاطه ربع كوبايه خل على الكميه دي كلها ما شاء الله، لان انا مش عايزاه يستوي بسرعه، الخل بيسوي الحاجه بسرعه، انا عايزاه ياخد ويدي بشكل ودي كده، ويجي على الاقل من مهله. وادي شكل الزيتون اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لسه هنزل بقى ادور على الطبيخ، وقلت لهم هاتوا السمك وانا اعمله وانا قاعده مكاني. شوفوا كان هنا خلاص المغرب قرب يأذن، ولعت كانوني الجميل الامور، شويه خشب جنبي، الخشب هنا على قفا من يشيل، ده ميه يا موحه ما طلعش محشي، قهوه كل يوم محشي ولا ايه يا قصه. عندي حته تخديعه كده في الفريزر، وابو عمار جايب لنا سمك برضو من السوق، اللي هو الماكريل الاصلي الكبير ده، هنشويه على الفحم النهارده، وهنعمل شويه رز احمر كده زي ما قلت لكم. كان عندي طبق صلصه في الفريزر اهي، رضوى طلعت لي الحاجات والمحتاجات وانا قاعده مكاني، وكان جايب لنا قصب بقى. وبصوا من غير كلام، وانتوا عارفين بعد الهه ده ايه. حطوا لايك للفيديو، اوعوا تنسوا. ايوه الزيتون اهو، والملوخيه اهي، والحاجات اهي، والمحتاجات اهي، وفي حاجات تانية انا عملتها على السطح برضه، هتنزل لكم في فيديو تاني ان شاء الله. الميه بدات تغلى اهي، هنزل بالصلصه اللي عندي. بسم الله ما شاء الله. ايوه كده، الصلاة على النبي. وهسيبها تغلي بقى وتاخد لها قلبتين 3، وبعد كده هسقط الرز فيها بشويه توابل وقرن فلفل وشويه جزر مبشورين اهم. ايوه اهم.
وده رز السمك، سمك مشوي بقى، سمك مقلي، سمك صينيه، سمك ماكريل، اللي انت حباه. بس ده حلو جدا الرز، نوع الرز ده حلو جدا مع السمك. غليت اهي، وبدأت الريحة تقلب على السطح وايه، وتجيب التايه. بالصلاة على النبي. الرز بتاعنا مغسول، هنسقطه على طول في قلب الهيصة اللي انتوا شايفينها دي. ويا سلام على الجو على السطح بالليل يا جماعة. ورايا صحراء وجايبة رطوبة كده وشوية هوا منعشين منعشين منعشين، وقدام الشارع في الهو زي ما انتوا شايفين، يعني صحراء من ورايا والشارع هو قدامي، والهوا رايح جاي بلطش في دماغي. عايزه مخده، وبالفعل جبت مخده بعد اكله السمك دي واتطوحت. اضحك عليكم؟ ولا ما اضحكش. حشيت السمك اهو، فلفل وتوم وجزر وهيصه كده وليمون. كتري الليمون على قد ما تقدري. وادي كمان الرد اهو، حلو قوي. والفحم عندي شغال و100 فل و10، اللي هو الخشب اللي احنا مولعينه. نزلت الرز بقى يتردد تحت، وانا هعمل ايه السمك معاكم اهو. كانت ريحه السمك يا جماعه ما اقولكوش. لا قولي يا موح. لا ما اقولكوش، جربوه، خليها مفاجاه. بصوا، اول مره في حياتي اجرب السمك على الفحم، ما اضحكش عليكم. بس ان شاء الله بعد التجربه دي مش هتكون اخر مره. من حلاوه السمك وريحته وطعامته، عسل 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 وحاجه كده 100 فل و10. جربوه جربوه ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. اي نوع سمك، ماكريل، شبار، سردين، سواردية، اي حاجه موجوده عندكم جربوها على الفحم، بتكون حلوه جدا وطعم وريحه ما اقولكوش. اهو انا عماله بقرب لكم هنا واجيب لكم كده، اللي احنا كان خلاص المغرب اذن، كان المغرب اذن. ها يعني بعد ما كان غدا بقى عشاء. ما انا بطلع على السطح بنسى نفسي بامانه. وعامله بقى خلطه جنبي كده، بشر حبايه طماطم، عليها عصير 3 ليمونات حلوين، على قرن فلفل، على توم، على ليمون، على ملح، على توابل سمك، ومخليه الدنيا فلالي. هخلي كده السمك واحده واحده وارصه في الصينيه واحط عليه الخلطه. الصينيه بتاعتك عامله كده ليه يا موح؟ كانت مطرح زيت، كنت عامله فيها فطيره كده مطرح زيت، ورضوى غسلتها اي كلام كده وجابتها لي. انا اقول احسن ما حد يسالني. لمعي ألمونيتي متلمعه وزي الفل. شوفوا شكل السمكه عامل ازاي. اللهم صل على النبي. تسلم ايديا يا انا. حلوه كده. الله عليكي، الله عليك يا فنان. وادي الخلطه بتاعتنا اهي، بناكلها قبل السمك. والله تشوفوا دلوقتي. تعالوا كده. ما كنتش قادره انزل، والله ما كنت قادره انزل كده من غير ما اعيش التجربه كده مع السمكه حبيبتي دي. يا ولاد على ريحته اللي كانت قلبه الدنيا. ياه والله طعمه يا ولاد. الفص طالع بفصه سايح نايح حاجه كده، لوز العنب. هتحفينا يا حاجه موحه وجوعينا معاكي تاني. ورينا فص كده كان ساخن نار، بس قلت لا والله ما ينزل وانا لا 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 لا. شوفوا شكل السمك. والجماعه بقى المصورين ورايا ما اقولكوش، قصد تصوير كامل. كانت عينه بتبوظ وترجع تاني. شايفين النسيره؟ هو الماكريل الاصلي بيكون النسير بتاعه كده. اللهم صل على النبي. وحياة ربي ريقي جري. هنا بقى حته العبوده. مفيش حاجه. لا طب مش راحت العبود. لا شكرا. ده راحت في حته تانية. دي راحت العبود. ما شاء الله السمكه حجمها حلو. بس ونزلت لقيت رضوى والله يسترها عامله سلطه اهي، وغرفت بقى. وكل سنه وانتم طيبين بقى يا ولاد. ها